طيب احنا بنقول دلوقتي كمثال هنخش كمثال لنجم وحي الشاشه فريد شوقي فيلم الكهف. يقول له بقى ايه؟ راجل عراف ويبص في ايه؟ في الكهف. طبعا بيقول له تتجوز من دم ولولاد صبيان 3 بعد ما يكتب قلم المأذون ويجمع شمل الأحباب يحضر أمر الله بالباب. فريد شوقي يقول له حرام عليك يا زوج. بيقول له مكتوب متخبي أجلهم جوه التوب. عرف طبعا أجلهم من ورا الإيه؟ الروح. مع شمع الفرحة ولع شمعة إيه؟ الأحزان. مع أول كلمة يكتبها المأذون تسقط ورقة الولد الأول والولد الثاني في ورقة والولد الثالث في ورقة. بعد الورق الثالث بعد كتابة المأذون ما يكملش المشوار. هنا بقى تلاقي ايه؟ قراءة الكهف. بيقول له ايه بقى الراجل؟ بيقول له قراءة الكهف انا شخصيا مقتنع ان حياة الانسان مسجلة على سطر على ايده سطر بسطر، على خط ايده سطر بسطر. ده اصبح علم. يعني راجل بقى دكتور، راجل كمثال مثقف راح هو يستشيره فريد شوقي والناس بقى تسمع الكلام ده. بيقولوا مش مجرد خرافه ده موجود. فريد شوقي بيقول لهم الكهف بيقول كده، الكهف بيقول كده. نبوءة الزغب بقى، ونبوءة الزغب بتقول انه هيموت. هو الراجل اللي شاف له الكهف انه فلان هيموت يعني هيموت. راجل تاني بيقول له بقى اللي هو الدكتور الكبير جدا اللي راح له عشان يشوفه بيقول له قراءة الكهف ده علم بيدرس، علم بيدرس. بيقول له ممكن ان انسان من الخطوط اللي في كف ايده تعرف تاريخه ومستقبله. ممكن ليه؟ ليه لا؟ في ناس بتشوف المستقبل، في ناس بتشوف المستقبل. عايز اعرف مين اللي بيشوف المستقبل. بيقول لك برضه ايه؟ بيقول له ايه؟ في عراف تنبأ ان للراجل وقال له انك انت هتموت في ميعاد محدد، في الميعاد ده اهو، والمحدد ده حصلت للراجل حادثه واتنقل على المستشفى. في حاله ميؤوس منها اثناء الكشف عليه الدكتور اكتشف ان الخطوط اللي في ايده بقى ايه؟ اللي بيد الراجل غير موجوده. بيقول لك المهم الراجل عاش بعد كده يعني وما رضيش ايه؟ يتشاف له الكف تاني. بيقول له انت عارف عايز ايه؟ ان الزوج بيفرج النيابه انك هتغير شغلتك. ده هو طبعا ايه شاف. ايه هو اللي حصل؟ هف قرايه جابت اجل، يعني القرايه بتاعته هي اللي جابت اجل. شاف المستقبل وعرف ان الراجل كذا وجاب اجل. بيقول لي بالله مشغولك بس قلبك رايق. تمام؟ واحد اسمراني من دمك واقف في سكتك، ده قرايه الكهف اهو. بس ربنا هينصرك عليه. ده مجهولك. الفيشاوي بيقول ايه؟ شوفي لي يا حاجه سكه السفر. هي كان بيشوف هو صار الحكيم الايه؟ عند المره دي بتاعتي متجوز ولا فرضان؟ متجوز ولا فرضان؟ بتقول له ما اسمهاش خرافات يا ايناس. جانب كبير من علماء النفس في اوروبا وامريكا بداوا بالموضوع ده، مش عارف ايه بالموضوع ده كلام صلاح نظمي. طب ماشي. من 40 سنه في الفيوم تنبأ عراف لوالدك انه هيخلف 3 ولاد وهيموتوا كلهم ليله جوازهم، وده اللي حصل فعلا لاخواتك الاثنين. صلاح نظمي بيقول له الكلام ده. طبعا الناس بتسمع وبتقول لك كذا وبتفتخر بالحاجات دي وبتحب الكلام ده جدا. فيلم الكهف ده كان ناس كتيره جدا جدا كانت فرحانه بيه. كان اثر عليهم جامد. اثر عليهم لدرجه الناس بقت تقرا الكهف في الشوارع. فرحانين بيه. طيب تعالى يا سيدي بقى الفيلم الرهيبه بقى، حدث ولا حرج. سيد هند رستم والاستاذ ايهاب نافع وغيره. بيقول لك ايهاب نافع بقى بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي شمس برضه بقى ايه؟ هناك معبد جوبيتر اله الشمس، وده معبد بخوف اله الخمر. وهناك برضه معبد ذكر اسمه مش فاكره، قال اله بتاعك انت، اله الجمال. اله طب ماشي. وتخش كده تلاقي منظر الصليب على المدرسه والصليب على صدر هند رستم. تمام عالي. وتلاقي ايه؟ تروح تمثال وتنزل قدامه وتقول يا رب. هي لما تاه منها على ايه؟ ايهاب نافع في قلب الايه؟ الحته صغيره كده يعني فيها زرع وبتاع وشلالات صغيره. بتقول يا رب ما اكونش طره تاه يا رب اسمعني، وحياتك يا عذرا وحياه حب ليك. وجنبها تمثال صغير كده فوق حته شجره كده باين. وحياه حب ليك انا عمري ما ترجيتك في حاجه وكسفتيني. ما كسفتهاش العذراء خالص، حققلها كل اللي عايزاه.
خليه يسمع صوتي، خليه يعرف مكاني وحياتك يا عذرا. وطبعا راح طلع عليها من تحت البتاع كده زي ما يكون حكه البتاع جنب على السليمان ويطلع عليها من تحت البتاع. طيب يا عذرا يا حنون يا منبع الايه؟ الحب ده هند رستم والسعاد نور لي طريق ونعمه وتعمل الصليب كده على صدرها. الصليب على صدرها هو ده الفن، هو ده الفن. هنعمل ايه بقى؟ هو ده مفيش مشكله خالص. طب يا سيدي تجلس امام تمثال العذراء والاجراس بقى وتحس بقى الايه؟ جرس الايه؟ الكنيسه الله الضرب. بتقول انا رهبت نفسي لخدمه الرب. وبعدين تلاقي القداس والصليب اشتغل. القس بقى هيقول لهم ايه بقى؟ عشان هي هتترهب بقى، هيدخلها الكنيسه وتترهب. يا ابنتي لماذا تقدمت ساجدتي؟ وماذا تطلبين؟ أطلب أن أكون راهبة. القس بيقول لها عن اختيار منك أم عن غصب وكره؟ بتقول له عن اختياري وكل شوق. أريد أن إيه؟ أريد أن إيه تعني ذلك. يعني هي بتقول له عن ذلك. بتقول له إيه بقى إيه؟ أريدك أن تعلني ذلك. هو بيقول لها اعلني ذلك. هي هتعلن بقى ذلك بقى، هتعلن هند رستم إزاي هتكون راهبة في الفيلم. عشان نشوف الفن المصري. بتقول له بسم الآب والابن والروح القدس يحضره الثالوث الأقدس. يحضره الثالوث الأقدس. بتقول له بقى ايه لله نزورا الطاعة والعفة ومش عارف ايه كده بنعمة الله آمين. وتلاقي صليب الخشب تروح مديها فتحية شايين بقى اللي هي كانت مرات حمد ساعتها الخشب